واحكي لهم انه احنا في عندي داخله عند امك بدك تزوريها، واحكي لهم عن موضوع الافطار. اذا ما دخلوكم بنحاول بعد ساعه ونص لساعتين، على امل اما متغير الشفت او على امل انه نحاول حدا يحكي معاهم من الصليب الاحمر او من الارتباط، لعل وعسى يدخلوا. يعني حتى لو اضطريتم يعني عرضوا عليه يحجز هوياتكم يعني عنده على الحاجز ويدخلكم. فانتم بتحاولوا بتصروا باصرار، يعني بتحاولوا حتى بتعملوا مشكله، اذا ما دخلوكم تعملوا مشكله بتضلوا مكانكم. اذا يعني حطينا سقف او اشي البيت كله يعني بده يتهدم علينا. مش عارف شو بدي احكي يعني. إن شاء الله بطلع جميعهم يا رب، والله بيهدي بالنا. وهذه بيخلوناش لا حدا يروح على ثاني، ولا بنت تيجي ولا ولد بيجي، ولا بنت ولا بي ولا ولد ولا ولد ولا ولد. اوكي باي، السلام عليكم. إطلالة على القدس من قرية النعمان. كم أنتم واهمون إن اعتقدتم أن حصاركم وإجراءاتكم ستفقدنا العزيمة. هل تظنون أن إغلاق الطريق نحو المدرسة والسوق والأهل سيفقدنا بوصلة لا تؤشر لغير القدس والحرية؟ لا بأس، لا بأس بكثير من المشقة والعذاب الذي أصبح جزءاً من يومنا وخبزنا، لكن قرية النعمان التي تجاور بيت المقدس، هذه القطعة المباركة من أرضنا، ستبقى موطن أهلها وقبلة نعيمهم.